حتى رئاسته للجنة القدس ابتداء من 1975 كانت من أجل إقناع مصر وتعبيد الطريق أمامها من أجل اتفاقية كامب ديفيد. إذن المسألة غريبة جدا، يعني كيف يطرحون هذا الطرح؟ أنا لو كان لي جزائريون يقومون بنفس الدور الذي أو ذهبوا إلى أرض فلسطين بالطريقة التي ذهب بها المغاربة، لما حق لي أن أفتخر بهم أبدا، وإنما أفتخر بجزائريين مجاهدين مقاتلين كما هو الجزائري في كل مكان دفاعا عن أرضهم وعرضهم. أمر غريب. أما عندما يتكلم عن مسألة المواطنة، يا صديقي أنا أتمنى أن تكون للمواطنة التي تتحدث عنها نفس القداسة داخل أرض المغرب. هذا شيء أعتز به كثيرا، ولكن لم تبدو لهم هذه المواطنة عزيزة ولا حقوق إلا في أرض فلسطين. ثم عندما تقارن بين جنسية أو مواطنة أو مغربية المغربي الموجود على أرض فلسطين المحتلة ومغربية المغرب كما تتحدث عنها أنت، جنسية المغرب الموجود في الصحراء الغربية، أقول لك لا، الأمر مختلف. هذا أنت تنسب إليه جنسيتك ولا تريد أن تسقطها عنه. ولو كان لنا جزائريون بالوضع الذي تفتخرون به لطالبنا النظام الجزائري بإسقاطه، وطالبنا دولتنا بإسقاط الجنسية عنهم لأنهم محتلون وداعمون للمحتل. أما ما تعلق بالصحراء الغربية فهؤلاء لا يريدون جنسيتك. أنا أتكلم بالموضوعية هنا. هؤلاء يقولون لك لسنا مغاربة وأنت تريد أن تجبرهم على جنسيتك. أما الآخرين الذين ذهبوا إلى فلسطين محتلين أو داعمين للمحتل أو مستجيبين لنداء المحتل، فهؤلاء طعنوا هذه القضية التي تقول أنت عنها أنها قضية عادلة، طعنوها في الظهر وأعانوا عليها. فكيف تريد أن تقول لي بأن هؤلاء مغاربة لهم حقوق؟ أي حقوق لمعتد تريد أن تحفظها؟ هؤلاء يريدون أن يخلطوا مفاهيم الإنسانية جملة واحدة. إذا أعتقد أنه يجب أن نتجاوز هذه المرحلة، وأقول بأن المطبعين لم تخسر القضية الفلسطينية بفقدهم شيئا، لأنهم كانوا كذلك، وإنما هم الآن كشفوا عن حقيقتهم. وإلا فليقولوا لنا ماذا قدم هؤلاء للقضية الفلسطينية من قبل حتى نسألهم الآن أن يقدموا لها الآن. فالمسألة أنا بالنسبة إلي ما فقده النظام المغربي في هذه القضية، ولا أتحدث دائما عن الشعب المغربي، أتحدث عن النظام المغربي، أقول إنه فقد شرف العدالة. هذه قضية عادلة طعنت. الشرف العربي المرتبط بقضية فلسطين تخلى عنه المغرب. فإذا أردتم أن تعرفوا ماذا خسرتم، ماذا خسر النظام المغربي، فقد خسر شرفه في هذه الصفقة. أما الربط بين هذه القضية وقضية الصحراء الغربية فنحن لسنا، لا أنا ولا أنت ولا غيرك، العالم كله ربط. أمريكا ربطتها، المغرب في بيانه الأول ربط بينهما، فالقضية مرتبطة، وهذا مسار لم ينقطع. أعتقد بالنسبة إلي تصوري أن هذا مسار لم ينقطع، كان ولا زال وسيستمر. وإنما الذي جرأ هؤلاء الآن على الحديث إنما هو تحطيم العراق وسوريا واستبعاد مصر ومحاصرة الجزائر وتحطيم ليبيا التي لا يمكن أن ينكر دورها في دعم القضايا العربية وفي دعم النضال العادل في العالم كله. إذا أقول في هذا الزمن البغاث تستنسر، في هذا الزمن الذي غاب أسود الأمة العربية، غابت الدول القوية أو حيدت أو ضربت الدول العربية المحورية المركزية، أصبح المغرب وغير المغرب يفعل هذا ويقول. إذا لا تحاولوا طبعوا كما شئتم، لا تحاولوا أن تقنعونا بأن هذا حق، فإنني أدرك أنكم تدركون بأنكم لستم على حق، ولكنكم مجبرين على تبرير هذه المواقف. أنا أعذركم. طيب ما رأيك أستاذ محمد؟ ما رأيك مثلا في كلام هذا الدبلوماسي الإسرائيلي الذي تحدثت عنه قبل قليل، هذا واحد من سفراء الكيان الصهيوني الكبار، ويكتب الآن ويقول أن المغرب هو الرابح في هذه الصفقة لأنه حصل على اعتراف أمريكي، وأمريكا ليست يعني دولة الواقواق، أمريكا يعني دولة لحد الآن هي أهم دولة في مجلس الأمن وأقوى دولة عسكريا وسياسيا واقتصاديا في العالم. يقال أن الصين ستتجاوزها عام 2028، يعني لسه 7 سنوات جاية. فيقول السفير هذا، يقول المغرب
عمليا رجع فقط مكاتب التمثيل، ورفض حتى أنه يسمح لنا بفتح سفارة، لكنه كسب الاعتراف الأمريكي بموقفه في الصحراء. يعني لو أنت فكرت من هذه الزاوية أو من زاوية مغربي يعتبر قضية الصحراء قضية أساسية بالنسبة له، يقول يعني المصريين مطبعين والأردنيين مطبعين والآن الإماراتيين والبحرينيين والسودانيين، يعني ما المشكلة لو انضميت إليهم وحصلت الدعم الأمريكي في قضية الصحراء؟ يعني ترى حاول تنظر للموقف من الزاوية الثانية. تفضل. والله أنا بهذا المنطق لا يقولون مش قضية عادلة، يقولون هذه مصلحة، نستبدل مصلحة بمصلحة، ولا يحدثون عن العدالة ولا عن الشرف العربي. نعم، لا يحدثون عن محمد صلى الله عليه وسلم ويباركون مقاطعة بضائع المسيئين إليه، وهم يضحون بأولى القبلتين وثاني الحرمين. إذا عندما تصبح القضية قضية مصلحة، نعم يصبح الكلام مفهوما، لا تحدثون عن المبادئ ولا عن القيم، وافعلوا ما شئتم، لكن أن تحاولوا أن تقنعونا بهذا المسار لا يمكن أن نقتنع به، مستحيل. يبقى أنه حتى هذه التصريحات بالنسبة إلي أنا خلاص لعله الآن أصبحوا صفا واحدا، هم يؤيدون بعضهم بعضا بهذه التصريحات، هم يدعمون بعضهم بعضا. هذه في نظري قد أفكر بأنها مواقف منسقة من أجل حفظ ماء الوجه وتبادل الأدوار فقط، وإلا فالحاصل الآن أن المغرب لا يمكن أن يحدثنا عن عدالة القضية الفلسطينية، لأنه باع شرفه في سوق، أو النظام أتكلم في سوق نخاسة أمريكو صهيونية. خلاص القضية الفلسطينية ما يقولون أنها قضية عادلة أو مش عادلة، لأنه استبدلها بما يرى أنه حق. أما بالنسبة ما يتعلق بقضية الصحراء الغربية، أنا بالنسبة لي أتحدث هنا عن شرعية دولية، هذا أمر محسوم فيه، الأمم المتحدة أقرت بأن هذه القضية قضية تصفية استعمار، ومع ذلك فإن الربط بين القضيتين للمغرب أن يقول ما يشاء ولا أن يدافع عنها بما يشاء، ولكن أن يربطها بالقضية الفلسطينية ويبيع الحق العربي الحق الإسلامي في فلسطين من أجل ما يعتقد بأنه حق الصحراء الغربية، أعتقد هذا لا يمكن أن ينسب لا إلى الرجولة ولا إلى الشرف ولا إلى العدالة في شيء. أستاذ عثمان، الكلمة لك إذا تحب تعلق على ما سمعت طبعا من الأخ محمد. تفضل. وفي الحقيقة أنا أستغرب لوجود مثل هذا الخطاب. أنا أحترم ضيفكم، ولكن أنا أعتقد أن عدالة القضية الفلسطينية انتكبت من أمر واحد، وهو لغة الشعارات. هذه اللغة التي في الحقيقة لم يستفد منها أي أحد، وأعتقد أن القضية الفلسطينية هي القضية التي تأذت من الشعارات. نستطيع أن نقول فلان خائن، خان القضية، باع الوطن، هذه الدولة أفضل من هذه الدولة، الجزائري أفضل من المغربي في تعامله مع القضية الفلسطينية، نحن في الجزائر لا نعطي الجنسية وسنطالب بانتزاع الجنسية من فلان أو علان، ونبدأ في الشعارات. ولكن هذا باب الشعارات لا يخدم القضية الفلسطينية. لو كان يخدم القضية الفلسطينية لخدمها هذه عشرات السنين منذ بداية القضية الفلسطينية العادلة، وأنا أؤكد أنها عادلة. كانت الشعارات التي مع الأسف انخرط فيها العرب منذ عشرات السنين بشكل قوي بشكل كبير، كنا سنستطيع أن نقدم أشياء كبيرة. يعني لا أستطيع أن أخاطب زميلي أو الشعب الجزائري بنفس الكلمات التي خاطب بها الزميل المغرب. أنا لا أستطيع أن أقول أن الجزائر باعت القضية الفلسطينية في سوق النخاسة، أو حتى الشعب الإماراتي أو القطري أو أي شعب أو حتى أي نظام. هذه مسألة صعبة. حتى إذا ما أردنا أن نتكلم على هذه المسألة علينا أن نؤتي بأدلة، نؤتي ببراهين. تقول لي البرهان الأول كذا، الثاني كذا، الثالث كذا، الرابع كذا، حينها أقول لك عندك حق. المسألة فعلا هي مسألة بيع قضية فلسطينية. المغرب لم يبيع القضية الفلسطينية بتاتا. هناك أمور علينا أن نأخذها بعين الاعتبار. يعني حينما بدأت استئناف العلاقات مع إسرائيل، المغرب اتصل مع فلسطين. القرار الذي تعامل معه مع استئناف العلاقات مع إسرائيل لم يكن، نتكلم هنا على السلطة الفلسطينية، لم تكن هي نفس ردة الفعل التي أصدرتها السلطة الفلسطينية تجاه ما حدث مثلا مع أشقائنا في الخليج. لماذا؟ لأن فلسطين كانت واعية جدا بطبيعة ما الذي استحدث في العلاقات المغربية الإسرائيلية، ما حدود العلاقات المغربية الإسرائيلية
طبيعة العلاقات المغربية الإسرائيلية، التبادلات الدبلوماسية، التمثلات الاقتصادية، هل فعلا هذا المسار يخدم القضية الفلسطينية أم لا؟ أنا أعتقد لو كانت المسألة ضد القضية الفلسطينية كانت السلطة الفلسطينية في فلسطين كانت ستندد بهذه المسألة، وفلسطين ليست بجبانة، أو السلطة الفلسطينية ليست بالجبانة حتى تتجنب هذه المسألة. نددت حينما كانت دولة شقيقة ما، وحينما أقدمت على قرار معين نددت فلسطين بهذه المسألة بشكل مباشر، بل سحبت سفيرها. هذا الأمر غائب بالنسبة للمغرب. أنا هنا لست في إطار المزايدة، أستطيع أن أزايد ولكن لا أريد أن أزايد، لأن هذا الفضاء هو فضاء أعتقد أنه يجمع ما بين أكاديميين. حينما نتكلم عن العلاقات الدولية نتكلم على هناك مجموعة من الشروط، من القوانين الناظمة. حينما لا تستطيع أن تقوم بالحرب عليك أن تفتح منافذ السلام. أنا هكذا أفهم العلاقات الدولية. حينما تريد أن تفتح منافذ الدبلوماسية عليك أن تبدأ في إيجاد منافذ مع الآخر. تزامنها مع قضية الصحراء المغربية هو تزامن، ولكنه ليس هو السبب، هو تزامن فقط، وهناك فرق ما بين السبب والتزامن. ولكن لماذا الإصرار على الحديث على أن الأمر هو خدمة لفلسطين؟ لأن الأخ عثمان يعني الآن لما نتكلم بالأمور الظاهرة البديهية أن الذي يخدم فلسطين حقيقة هو أن العرب كان مفروض يسحبوا سفراهم من واشنطن لما ترامب نقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة، وكانوا يفعلونها جميعا، تونس والجزائر والمغرب والسعودية والإمارات والسودان ومصر والعراق، ويفهم الرئيس الأمريكي ويضع خط أحمر أنه لا مساومة على القدس. وكان مفروض الشيء هذا يتعزز لما هو اعترف بأن الجولان يعني تابع للكيان الصهيوني ضاربا عرض الحائط أيضا بالقانون الدولي. فالآن تيجي الإمارات والبحرين ثم السودان ثم المغرب مكافأة لترامب على هذا التعنت. لماذا لا يقول المغرب بكل صراحة فعلنا هذا من أجل الصحراء؟ لأن نعتبر الصحراء هو في البيان الملكي، بيان الملك محمد السادس فيه يعني النقاط، فيه الترابط واضح. بدأ بالحديث عن قضية الصحراء ثم قضية فلسطين ثم النقاط الثالثة عن التزامات يعني بعض ثوابت السياسة المغربية. لماذا لا تقول للناس الذين يسمعونك والله ضحينا في هذه المسألة، خلاص قدمنا تنازل، لكن لا يعني أما أن تصوره أنك أنت فعلت هذا من أجل القدس ومن أجل القضية الفلسطينية ومن أجل فتح مسارات، يعني هذا الكلام غير منطقي. ما لو تريدون هذا كان ممكن عن طريق يعني المصريين مطبعين، ما يحتاجون جهة أخرى. الإماراتيين جايبين المستوطنين للإمارات وفتحوا للصهاينة بدون تأشيرة ومنعوها على الجزائريين والتوانسة والسوريين واليمنيين واللبنانيين والباكستانيين والإيرانيين والأتراك. فممكن يكونوا هم لو أنتم عاوزين وسيط عربي مش وسيط أمريكي أو فرنسي. فلماذا لا تقول أخ عثمان للناس الذين يسمعونك أوكي نحن عندنا قضية تهمنا اللي هي الصحراء، أخذنا هذا المكسب وخلاص، لكن أنتم تصر على أنكم أنتم طبعتم من أجل فلسطين، تصبح صعبة شوية قبولها ولا لا؟ هذه قناعتك. أنا لست هنا حتى أغير قناعتك، أنا هنا لكي أوضح قناعتي فقط. هذا من جهة. من جهة ثانية، لماذا لا نقلب السؤال ونقول ما الذي ربحته القضية الفلسطينية إذا ما سحبنا السفراء؟ نحن سحبنا السفراء، قطعنا، ماذا ستفعل من بعد؟ لا قصدك في موضوع، لا في موضوع القدس طبعا. في موضوع القدس أنا عندي مثال. لا أنا جايك، أنا أوضح. ما الذي ستستفيده القضية الفلسطينية؟ ما الذي ستستفيده غزة في حصارها مثلا؟ ما الذي استفادته؟ لن تستفيد شيئا. الآن هذه مرحلة أنت حينما تذكر لبعض نماذج تطبيع علينا أن نذكر الصورة كلها. هناك نماذج أخرى، مثلا حينما نتكلم عن الأردن، حينما نتكلم عن تركيا، هذه نماذج خاصة في القضية الفلسطينية، قدمت وضحت من أجل القضية الفلسطينية. تركيا ساهمت في فك حصار غزة ولم تكن تستطيع أن تفك هذا الحصار إلا لأنها تربطها مع إسرائيل علاقات دبلوماسية. هذه العلاقات ساهمت في فك حصار على المدنيين الموجودين في غزة.
أنا لست هنا حتى أدافع على الجرائم التي يقوم بها الكيان الصهيوني، لست هنا أفعل هذا، ولكن في المقابل علينا أن لا نبخس المسار الدبلوماسي. المسار الدبلوماسي إذا أنقذ لك روح واحدة، أنا بالنسبة لي هذا يكفيني، هذا يكفيني، لأن هذه الروح عند الله غالية. إذا لم أستطع أن أنقذ جميع الأرواح ونقذت روح واحدة، بالنسبة لي هذا يكفيني. المغرب انخرط في مسار القضية الفلسطينية. أنا لن أقوم كما قام زميلي وأزايد عليه وأقول له الجزائر المغرب، المغرب الجزائر. الجزائر انخرطت في القضية الفلسطينية، وهذا أمر لا مزايدة فيه، ولكن كذلك المغرب انخرط في هذه القضية. لا يحسب على المغرب أنه قام ببيع القضية بتاتا. حتى ما حدث مؤخرا لم نعترف بأن القدس عاصمة لإسرائيل، لم نعترف بهذا المسألة. لا توجد ولا وثيقة واحدة أو حتى بيان صادر لو من إسرائيل أو من المغرب يقوم بهذه الفكرة. لماذا تحاولون أن نتعامل مع هذه القضية بنفس أدوات الستينات والسبعينات؟ لماذا لا نحاول أن نسائل أدواتنا انطلاقا من أدوات القانون الدولي، وانطلاقا من العلاقات الدولية والنظريات التي تؤطر العلاقات الدولية، ونحاول أن نؤمن أن مسارنا السابق عرف إخفاقات حقيقية تجاه القضية الفلسطينية. الخطاب الذي كنا نستهلكه المليء بالشعارات، المليء بالأناشيد التي كنا نرددها هنا وهناك، لا تنفع القضية الفلسطينية. علينا أن ننخرط في مسار حقيقي، أن نجد سبل جديدة، أن نجد أي سبيل حتى وإن حافظنا فيه على روح إنسان واحد في هذا المجال. العالم العربي كما تعلم اليوم لا يستطيع أن ينخرط في أحلام بعض الناس الذين يريدون أن يقوموا بحروب. جيد، حقه يؤمن بما يريد، ولكن الواقع اليوم يضع لك مجموعة من موازين القوى. العاقل هو الذي يتفاعل مع موازين القوى الحاصلة، فبالتالي انطلاقا من موازين القوى الحاصلة عليك أن تنخرط، وعليك أن تسعى أن تقوم بمنافذ دبلوماسية تقلل من الضرر قدر الإمكان. إذا استطعنا أن نقوم بهذه المسألة بحد ذاتها فهو مكسب كبير. النقطة الأخرى التي أريد أن أسلط عليها الضوء هو هذا الربط العجيب، أن هناك قضية الصحراء المغربية وقضية تجديد العلاقات ما بين المغرب وإسرائيل، وكأن المغرب اشترى أرضه المغربية العادلة 100% بالتطبيع. أنا كما قلت هذه المسألة غير صحيحة تماما. أولا المغرب انخرط في مسار القانون الدولي في هذه القضية منذ سنوات. المغرب حقق في هذه القضية العادلة كذلك، ولا تقل عدالة، هذا على الأقل عند المغاربة، من القضية الفلسطينية. المغربي يؤمن أن القضية الفلسطينية قضية عادلة 100%، وأن صحراءه التي ضحى كذلك لأجلها بالدماء وبالأموال وبالجهد وبالحب وبكل ما ينتمي للوجدان والمواطنة فيه، فبالتالي بالنسبة له هاتين القضيتان هي قضيتان عادلتان. القضية المغربية الصحراء المغرب انخرط فيها منذ سنوات ويحقق فيها مكاسب تلو المكاسب. لحظة فقط، إذا كان نقدر نرجع المكالمة مع الأخ عثمان. السلام عليكم ومرحبا بكم متابعينا الكرام في خبر جديد. عقب التطورات السياسية والدبلوماسية الأخيرة بالبلاد، قالت اللجنة التحضيرية الوطنية لحزب الحب العالمي إنها تجدد الدعم المبدئي والوطني لمغربية الصحراء ولجهود الدولة المغربية في الدفاع عن الوحدة الترابية للبلاد وللحل السلمي على قاعدة الحكم الذاتي. وتشكر الدولة الأمريكية على الإعلان الرئاسي بسيادة المغرب على صحرائه. كما ويضيف الحزب أنه من منطلق الحب والإيكولوجيا اللذين يستلهم منهما فلسفته السياسية، وباستحضار مبادئه وقيمه الكونية الداعية إلى الحب والسلم والعيش المشترك في ظل احترام الاختلاف ونبذ الكراهية والعنصرية والحقد والإرهاب.
فإنه يدعم أيضا استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل لما فيه مصلحة البلدين ومنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وفي بيان لجنته التحضيرية قال الحزب إنه يدعم موقف الدولة المغربية الثابت لحق الفلسطيني والمقدسة المسيحية والإسلامية، ويرحب بعودة اليهود المغاربة إلى وطنهم والمساهمة في تنميته الشاملة إلى جانب إخوتهم المغاربة. في هذا السياق يقول عبد الكريم سفير المنسق الوطني إن حزب الحب الذي ينهج فلسفة قول الحقيقة وتثمين ما هو إيجابي وتجويد النقائص لا يمكنه أن يخادع الرأي العام الوطني والدولي، فما قامت به الدولة تحت قيادة رئيس الدولة في ملف الصحراء لا يمكن إلا الإشادة والتنويه به. ويزيد سفير في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية في نفس الوقت: فنحن نصحح الكثير من المغالطات التي ارتبطت بملف الصحراء والإعلان الرئاسي الأمريكي واستئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، لأن في المغرب الذي تجمعه علاقات وطنية وتاريخية واجتماعية بيهوده في إسرائيل قام بما يجب القيام به دون تفريط في ثوابته الوطنية من القضية الفلسطينية التي يترأسها أمير المؤمنين لجنة القدس المنبثقة أصلا عن مبادرة المغفور له الملك الحسن الثاني. كما أن المغرب من أول الداعمين لبيت المال القدسي والمقدسين. ويضيف في هذا السياق: فلا داعي للمزايدة على الموقف المغربي ملكا وشعبا في هذا الملف. إلى هنا ينتهي خبر اليوم. لا تنسوا دعم القناة بالاشتراك وتفعيل زر الجرس لكي تتوصلوا دائما بكل جديد. إلى اللقاء.